النهارده بقى صباح مش عادي، صباح الفل، صباح سنة جميلة سعيدة عليكم يا رب. النهارده بقى انا هنزل لكم العاشوره. انا عارفه ان انا اتاخرت شويه في الفيديو، شويتين ثلاثه، بس كان لازم ان انا انزله. يا رب يجعلها سنه كلها خير ورزق وسعاده، وسنه وشها حلوه على الجميع يا رب. وطبعا ايه، ما نسيناش نعمل العاشوره. العاشوره بقى دي عاده عندنا كده في عاشوراء، يا رب ما يقطعها لينا عاده. هنعمل النهارده العاشوره بطريقه سهله جدا. انا جبت كده الغله بتاعتي او العاشوره او البليله او زي ما بتسميها وانت بتشتريها، جبتها وخدتها نقعتها 3 4 ساعات. ليه نقعتيها يا رشا؟ نقعتها عشان في السوا معايا ما تغيبش. لو انت خدتيها وغسلتيها هتقعد معاكي في السوا تغيب كتير كتير قوي. فاعملي ايه؟ تاخديها تنقيها وتغسليها، تشطفيها كده كام شطفه حلوه، وتروحي نقعيها كده ساعتين 3. هتنفش كده شويه معاكي، لما تيجي تستوي مش هتغيب خالص. انا كنت حاطه بقى الميه بتاعتي على النار، غسلتها وشطفتها وخليتها كده زي ما انتم شايفين زي الفل. وقمت جبت الحله بتاعتي ونزلت زي ما انتم شايفين كده. اخدت غلوتين 3، استوت معايا، ما غابتش، ما خدتش وقت كتير زي ايه، زي ما انت ما هتحطيها نيه. انا هنا هاخد بقى منها كده كبشتين 3، وهتشوفوا هعمل ايه بقى فيهم. هي هنا كانت استوت معايا، فاخدت كده كبشتين 3، هاخدهم اضربهم في الخلاط. معلش الخطوه دي بقى ايه، انا ما جاتش معايا، يعني نسيت ان انا اصورها. هنزل بقى كده بالكبشتين 3. على فكره اعملوا الخطوه دي، هتبقى جميله جدا. هتبقي بتحسي تاكلي ايه، مش كلها كده جامده معاكي، مع انها مستويه، بس هي بتبقى فيها تكه كده حلوه. عندي بقى هنا معلقه كبيره هرميه نشا، كوبايه سكر، والسكر حسب التحليه، لتر وربع لبن. عندي هنا معلقتين قشطه. هجيب بقى كل الحاجات دي وهمشي بقى خطوه خطوه بالحاجات اللي معايا. انا هنزل هنا بحبه لبن كده في النشا بتاعي، واديله تقلبتين، وهخلي النشا على جنب. طبعا النشا احنا بنحطه اخر حاجه. هجيب بقى الحله بتاعتي هنا. انا كنت طفيت بقى عليها، كنت قفلت النار وسبتها كده بقى مع السخونيه بتاعتها تاخد وتدي كده وتستوي على الهادي يا زبادي زي ما بيقولوا كده، نسويها على الهادي. هنزل بقى باللبن، مش مشكله، كان فيه شويه لسه ما فكوش متلج، هيفك من السخونيه دلوقتي والدنيا هتتظبط. نزلت باللبن بتاعي. هدمج بقى اللبن كده على نار هاديه، هو والبليله بتاعتي او العاشوره او زي ما تسموها، لحد لما يندمجوا كده. بعد ما ياخدوا غلوتين 3 ويشربوا كده من مزيج بعض، هنزل بالسكر بتاعي، والسكر حسب التحليه اللي انت بتحبيها. نزلت بالسكر والسكر داب، هنزل بالقشطه، بتديها طعم حلو جدا. يعني اخدمي الحاجه كده، هتلاقي طبق عاشوره احلى من اللي انت بتجيبيه من افخم محل فيك يا مصر. كده اخد بقى معايا كده الغلوتين الحلوين. هنزل بقى بظرف فانيليا حسب ما بتحبي. انا بموت في الفانيليا، في الرز بلبن، في العاشوره، بعشقها. اديها بقى تقلبتين، تاخد كده غلوتين معايا، واروح نازله اخر حاجه بالنشا بتاعي. النشا هنحطه اخر حاجه، هي معلقه هرميه، لان كده كده انا ضربت حبه من العاشوره، فادتني كده ماده كده تقيله شويه، تقلت معايا علشان ما تبقاش معاكم محجره. هي معلقه فقط لا غير. في ناس بتستغنى عنها، بس انا بحب كده تبقى ماسكه معايا شويه يعني. هديها بقى تقلبتين، واول لما تغلي معايا كده النشا استوى خلاص، هنقفل بقى عليها ونبتدي نصب وناكل وبألف هنا. انا حطيتها لكم كلها كده ساده، ما رضيتش احط لها اي حاجه. انت بقى اللي اختيار التزويق ده وانت بتقدمي، يعني ما تحطوش كده اول لما تصبيها وتحطيها، لا. في بقى اللي بيحب بقى بجوز الهند، بالزبيب، بالمكسرات، بالقرفه، اللي انتوا عايزينه يا جماعه. ده الاكل اذواق، براحتك. انا هنا بقى صبيتها، ولما بردت معايا خالص دخلتها التلاجة. وبألف هنا، وكل سنه وانتوا طيبين، وربنا ما يقطع لكمش اي عاده. بجد والله احنا بنستنى اللي احنا نفرح، يعني بالسنه الهجريه كده نعمل العاشوره ونفتح الفطير. وهنزل لكم برضو الفطير عشان انا عملته وبرضو كسلت ان انا انزله. ايه رايكم؟ بصوا يا جماعه، عظمه بجد، بقول لكم شكلها يفتح النفس، وطعمها والله العظيم كل اللي كلها عجبته جدا. طبعا انا مش الكميه دي اللي انا عملتها، انا فرقت بقى الحبايب. يا رب الفيديو يعجبكم، وسلام.